يجي الرابع ماتش والاهم بالنسبه لي من ضمن الثمان ماتشات اللي هيتلعبوا. نادي الهلال السعودي الرياضي زعيم السعوديه في مواجهه مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي ما سمعش بطل اوروبا السيزون قبل اللي فات، وربنا يستر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحقيقه يا جماعه ان المصايب لا تاتي فرادى، فالهلال اتضرب ضربه موجعه جدا باصابه نجم فريقه سالم الدوسري وابتعاده عن الملاعب لمده شهر ونص، وبذلك فتم التاكيد على عدم وانتهاء مشوار سالم في بطوله كاس العالم للانديه. مفيش شك الهلال افتقد لاهم مفاتيحه الهجوميه، واتمنى الشفاء العاجل لسالم ويرجع باذن الله اقوى من الاول، وجينا لحظه الحسم. والحقيقه ان الاخبار اللي جايه ما تطمنش، وان الهلال رغم قوته وشخصيته الا انه سيء الحظ انه قابل مانشستر سيتي، فالسيتي هو اقوى فريق تنظيميا في البطوله الى الان، وان منظومه بيب السيزون ده اتطورت تطور ملحوظ، فالفريق انضم ليه قطع الشطرنج اللي كانت ناقصاله السيزون اللي فات، وقدم مستوى جبار في دور المجموعات على جميع الاصعده والمستويات. فالهلال قدام ريال مدريد نفسه نادي القرن وملك ملوك اوروبا قدم مباراه جباره، يمكن من افضل مباريات الانديه العربيه قدام ريال مدريد، لكن للاسف انا بشوف ان الموضوع هيبقى صعب جدا 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 قدام السيتي. فللاسف الشديد، ويا رب يكون توقعي مخطئ هنا بالذات، مانشستر سيتي هيتأهل.